السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقاء، في حلقة جديدة وحكاية شيقة وظريفة سنخرج منها بالكثير من الدروس. ونتعلم فيها العبر والحكم. حكايتنا لليوم هي شكر النعم. وتدور أحداثها في قرية بعيدة خضراء وجميلة، مليئة بالزهور والبساتين، وأهلها طيبين، ومن أهلها كان هنالك جدة طيبة مثل كل أهل القرية. وكان لها حفيد وحيد. هذا الحفيد اسمه سالم، وكانت تلك الجدة تحبه جدا. فتدعو الله وترعاه كل يوم. وفي يوم من الأيام وفي الصباح الباكر قدمت الجدة كوبا من الحليب وقطعتين من الجبن مع قطعة رغيف كبيرة لحفيدها سالم. وقد كانت الرغيفة ساخنة. أخرجتها للتو من الفرن، نظر سالم إلى الرغيفة والتي كانت ممطوطة، فقلب شفتيه بامتعاض. وقال: ما هذا يا جدتي؟ لماذا الرغيف بهذا الشكل؟ أنت في العادة تصنعيها دائرية. أما هذا فشكله بشع. ثم قام بدفعه بطريقة غريبة حتى سقط الرغيف على الأرض. انحنت الجدة وهي منهكة، وأخذت قطعة الرغيف من الأرض. ثم قالت باستغراب: بشع. بعد تعبي واجتهادي منذ الصباح الباكر، وبدلا من قول جزاك الله خيرا، بعد أن عجنت وخبزت، تقول ذلك وتلقيه على الأرض؟ قال سالم ممتعضا: أف. وماذا حصل؟ هل خربت الدنيا؟ ردت الجدة: نعم يا سالم. فأنت لا تعلم كيف يتم تجهيزه. رد سالم ساخرا: بل أعرف. وواصل: بالرغم من صغر سني، لكن أستطيع أن أصنع أفضل منك. نظرت الجدة إلى سالم طويلا، ثم قالت: حسنا يا سالم، أنا زعلانة منك، ولن أرضى حتى تصنع رغيف. ولا بد أن تكون أفضل من التي صنعت أنا. هيا هيا، تحرك وأرني شطارتك. نهض سالم وهو منتفخ، وعلامات النصر بادية عليه، وتوجه بكل فخر ناحية الفرن. ثم قال: يا فرن يا حزين، يا خباز العجين، أعطني رغيفا مدورا كي أريه لجدتي. وقف سالم أمام الفرن طويلا، لكن لم يحدث أي شيء. فقالت الجدة: أين النار يا سالم؟ تحتاج إلى الحطب. فرد عليها: وكيف أحصل عليه؟ قالت له: من الشجر. فذهب سالم إلى أقرب شجرة، كانت قريبة من الغابة، فوقف أمام الشجرة وقال: أيتها الشجرة الوريفة، أعطني حطب حتى أصنع منه رغيف. ووقف ينتظر الحطب، حيث كان يتوقع أن الحطب سيسقط من الشجرة. وفي أثناء انتظاره مر عليه رجل فنظر إليه وقال: ما بك يا سالم؟ لماذا تقف هنا؟ ترى ماذا كان رد سالم؟ سنعرف ذلك يا أصدقاء، لكن بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل، مع حكاية اليوم، والتي هي بعنوان شكر النعم. قد كنا توقفنا قبل الفاصل مع صديقنا سالم والشجرة، حيث طلب منها الحطب، وتوقف بالقرب منها، حتى مر عليه رجل من القرية وتساءل عن سبب وقوفه. ضحك الرجل على سالم وقال له: يلزمك فأس حتى تستطيع قطع الحطب. فتعجب سالم: وكيف أحصل عليه؟ فقال له الرجل: اذهب إلى الحداد. فتوجه سالم إلى مكان الحداد، فوجد رجلا قوي البنية، فقال: يا حداد يا خبير، يا نافخ الكير، أعطني فأسا. وقف الحداد ونظر إلى سالم وقال له: هل عندك نقود؟ أدخل سالم يديه في جيبه وأخرجهما فارغتين،
وقال بحزن: لا أملك نقود. رد الحداد: وكيف أعطيك الفأس؟ دمعت عينا سالم واستدار راجعا. وعندما شاهده الحداد نادى عليه: هاي يا صغير، تعال إلى هنا. لماذا تريد الفأس؟ احكي لي. مسح سالم دموعه بيده ثم قال: جدتي زعلت مني، ولن تكلمني إلا إذا صنعت رغيف. فذهبت إلى الفرن، لكنه كان بحوجة إلى الحطب، والحطب في الشجرة، فذهبت إلى الشجرة، لكن كانت بحوجة إلى الفأس، والفأس موجود عندك، وأنت تحتاج إلى نقود. وأنا لا أملك النقود. ابتسم الحداد ثم ربت على كتف سالم وقال: بما أنك تريد إرضاء جدتك فأنا سأعطيك الفأس، لكن بشرط واحد. رد سالم بسعادة: وما هذا الشرط؟ قال الحداد: تساعدني في صناعته. أجاب سالم بفرح: موافق. فأخذ المطرقة وأخذ يطرق الحديد المحمى حتى صار وجهه أحمر، وبعد مدة انتهيا من الفأس، وكان سالم قد ظهر عليه التعب، لكنه بسبب الفرح تناسى التعب والعناء، أخذ الفأس وانطلق إلى الشجرة، فقام بقطع الحطب الذي يحتاجه، ثم أخذ حزمة الحطب ووضعها على ظهره وانطلق. راجعا إلى البيت، قام بإشعال الفرن بالحطب، ثم قام بعجن العجين وتجهيزه، لكنه عبثا حاول صنع الرغيف، فمرة يصنعه ممطوطا، ومرة مثقوبا، وأحيانا كثيرا محروقا. وبعد فترة طويلة وعندما وصل به التعب لدرجة لم يستطيع الوقوف، جلس سالم على الأرض، ثم قال: ما أغباني، كنت أظن أن الأمر سهل. ولكن جدتي تتعب كل يوم. وأضاف: ترى كيف يعتذر لها. فشعر بيد تمسح على شعره، التفت ووجد جدته مبتسمة، فقالت له: أظنك تعلمت الدرس، لقد رضيت عنك يا بني. هيا تعال لنرتاح. ثم بعدها نصنع خبزا مثل القمر. وهكذا يا أصدقاء، تعلم صديقنا سالم الكثير من الدروس، فعرف أن الحياة ليس كما يعتقد، فهي ليست سهلة، لكن جدته كانت تساعده، وتقدم له كل شيء بسهولة ويسر. وهو عندما حاول بنفسه عرف معنى الجهد والتعب. أيضا يا أصدقاء، تعلم شكر النعمة، والمحافظة عليها، فيجب علينا أن نشكر الله على النعمة، وأن نحافظ عليها ونقدرها، ولا نلقيها على الأرض بلا أي مبالاة ومسؤولية. كما أننا لا نسخر من الطعام، فإن أعجبنا أكلناه وحمدنا الله، وإن لم يعجبنا تركناه بأدب. أيضا يجب أن نشكر كل من يخدمنا ويقدم لنا يد المساعدة. إلى هنا انتهت حلقتنا لليوم. حسنا يا أصدقاء، ما الذي استفدتموه؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الذي يظهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.